لماذا يستيقظ الناجحون على 5 صباحا؟ أغلبهم يفعل ذلك، لكن ما هو السر وراء ذلك؟ إنهم يعرفون كيف تعمل عقولهم، يستغلون استقرار موجات وكيمياء أدمغتهم. ينتج الدماغ أنماطا كهربائية على شكل موجات. عند اللحظة التي تستيقظ فيها من النوم يعمل دماغك في نطاق 10.5 موجة في الثانية، في متوسط معدل من 8 إلى 13 هرتز، والتي تسمى أيضا بمستوى ألفا. يطلقون عليها كذلك الباب الخلفي للعقل الباطن. لكن عندما تستيقظ باكرا يكون دماغك في نطاق ما بين تيتا وألفا. حينها يكون العقل قادرا على التعلم العميق. بقليل من التفكير تستطيع الدخول في حالة من التركيز والإدراك التام، أو بعبارة أكثر وضوحا، بدون عمل مرهق، فقط استرخي واستغل اللحظة. حقيقة أخرى لا تقل أهمية: عندما تستيقظ العقل يكون حساسا بشكل كبير، يمتص المعلومات الجديدة مثل إسفنج. في 20 دقيقة الأولى كل ما تسمعه وكل ما تراه يكشف أمامك بدون تعقيد، وذلك ما سيحدد وتيرة أو إيقاع يومك بالكامل. لذلك الرواد يستغلون ذلك الوقت في التأمل وسماع ما هو إيجابي. لا يتصفحون الإنترنت أو يشغلون أنفسهم بالتفاهات. يحافظون على سلامهم الذهني ويستغلونه في بناء إيقاعهم اليومي، حالة تامة من التركيز والإيجابية دون تشتت أو انزعاج. يختارون النوم في وقت مبكر، يستفيدون من كل دقيقة من حصة وقتهم اليومي، وبذلك يصنعون روتينهم الخاص بالاستيقاظ باكرا قبل أن تشرق الشمس والذهاب للسرير بعد غروبها. وإذا سألنا العلم عن هذا الروتين سيقول أن بين 10 مساء و2 صباحا ذلك هو أفضل وقت لتحصل على نوم عميق. لكن بعد 2 صباحا جودة نومنا تنخفض، ودرجة سقوطنا في النوم إن صح القول تصبح سطحية. يحرم الجسم من الحصول على نوم جيد، والذي يمكننا الحصول عليه بين 10 و2، مما يؤدي إلى استيقاظك متعبا أكثر مما كنت عليه ليلة أمس. تستيقظ وكأن جسمك محطم. الكائن البشري وكباقي الكائنات على هذا الكوكب، ورغم كل هذا التمدن والحضارة التي صنعها البشر، لكن يبقى متأثر ومؤثر على الطبيعة من حوله. لذلك دورة النوم بجسم الإنسان مرتبطة ارتباطا وثيق بدورة اليوم أو تعاقب الليل والنهار. لهذا بعد ساعة أو ساعتين من غروب الشمس يبدأ هرمون الميلاتونين لدينا في الزيادة. هكذا يخبرك جسمك بأنه وقت الحصول على قسط من الراحة. وفي منتصف الليل تصل مستويات هرمون الميلاتونين لأقصى حد لها، لتبدأ بعد ذلك في الانخفاض ببطء. عند 10 يعطي جسمك ردة فعل بسبب ارتفاع مستويات هرمون الميلاتونين. في مطلع هذه الفترة من دورة نومنا يرتفع نشاط التمثيل الغذائي بشكل مكثف. وإن كنت تتساءل عن ماهية هذا، فهو المسؤول عن إصلاح وترميم جسمك بالكامل. عند 10 مساء أجسامنا تحتاج للتخفيف من حدة نشاطنا، تبدأ بالتباطؤ، وذلك ما يترجم لتخلف عقلي وبدني في تلك الفترة. وإن كنت لا تزال مستيقظا، هناك ظاهرة تنشط في تلك الحالة والتي تسمى موجة الريح الثانية، تحدث بسبب تدفق الطاقة والنشاط العقلي بجسمك عند 10. ومع ذلك يمكننا أن نشعر بفوائد موجة الريح الثانية إن خلدنا للنوم عندما تدق 10 مساء. تظهر الدراسات العلمية أنه إذا تعدينا 10 مساء سنجد أمر النوم أكثر صعوبة، وسيكون الدخول في النوم العميق شيئا بعيد. لن نستمتع بالنوم، مما يؤدي إلى تعب وقلق مفرط صباح اليوم التالي.
الأشياء الصغيرة مهمة، الكثيرون يتفقون على ذلك. حتى تغييرات طفيفة في وقت نومنا قادرة على إحداث تأثير كبير في نوعية النوم الذي نحصل عليه. أكثر من ذلك، هناك فرص أكثر لكي نستيقظ بنشاط جاهزين لبدء اليوم الجديد. يحدث ذلك لأنك سمحت لأجهزة جسمك بأن تقوم بالعمليات الكيميائية العصبية بشكل طبيعي. من ناحية أخرى، تستفيد أجسامنا أيضا من الاستبدال الطبيعي للتمثيل الغذائي، والذي يأخذ مكانه بشكل طبيعي عند حوالي 10:10 مساء. إذا كنت من الناس الذين ينامون في وقت متأخر من الليل، يجب أن تعيد النظر في هذه العادة. حاول تغييرها بوضع هدف للذهاب إلى السرير قبل موعد النوم ب15 إلى 30 دقيقة كل أسبوع حتى تصيب هدف النوم عند 10 مساء. من يستيقظون في وقت مبكر من اليوم كالمدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك والمشهورة أوبرا وينفري والصخرة دوين جونسون اختاروا الترحيب بيومهم في أولى ساعات الصباح الباكر، لأن تلك الساعات الأولى هي من تحفزهم لبدء يومهم. ذلك الصمت الخلاب في ذلك الوقت من اليوم هو من يساعدهم على إخراج إمكانياتهم الكامنة. ستجد أغلب الناجحين يستغلون كل دقيقة من يومهم. عملتهم هي الوقت، يقدرونه، وهدف حياتهم أسمى من مجرد لحظات ممتعة أو سرير مريح. يحتفظون بعادة الاستيقاظ في الصباح الباكر حتى وإن لم يخلدوا للنوم باكرا بسبب ظرف ما، لأنهم يعرفون أهمية اتساق العادة أو الروتين الإيجابي لتكوين حياة أكثر نجاحا. الدماغ البشري يمكن أن يعمل بشكل مثالي وبأقصى إمكانياته عندما لا تكون بحاجة لفعل أشياء كثيرة في نفس الوقت. مستوى جودة تفكيرك تعتمد فقط على نقطة تفكير محورية واحدة. عندما لا تكون هناك مشتتات تخلخل تركيزك، يمتلك الدماغ البشري قدرة هائلة على التركيز في مهام وأشياء محددة لينتج توازنا دقيق بين السرعة والجودة. الرواد يفهمون ذلك ويستخدمون وقتهم الصباحي الخاص ليخرجوا الاستفادة الكاملة من وظائف عقولهم. يفهمون أن تلك الساعات الأولى من الصباح الباكر تجعلهم يأخذون قرارات أفضل تجاه حياتهم، لأن طاقاتهم في أعلى مستوياتها، وذلك الروتين الصباحي جعلهم يحققون أعلى مستوى من الانضباط. صباح منضبط وجههم ليكونوا منضبطين طوال اليوم، وهذا بالضبط ما يسند حياتهم نحو النجاح. الصمت والصفاء الذي نحصل عليه قبل شروق الشمس، نخلق بذلك الجو الذي نحتاجه لحماية أنفسنا والاهتمام بذواتنا. إنه الوقت الذي تحتاجه العقول لتستمتع بسلام ذهني يجهزها لاختراق اليوم الجديد. بمجرد أن يصرخ المنبه، الأمر متروك لك، فإما أن تجرؤ على النهوض أو أن تبقى على سريرك تتخمر. أنت من يحدد. هل هو الاستيقاظ والاستفادة من الوقت أم لا؟ بينما ينام الغالبية ويحلمون، أنت تستيقظ لتصنع الأحلام في صباح باكر دون مشتتات انتباه، وقت للتركيز التام تهتم فيه بكل ما هو أهم، بعقل واعي يعرف تذوق طعم الحياة. كل ذلك يتوقف عليك أنت. أنت من يقرر كيف يقضي حياته. أنت من تقرر متى يبدأ يومك. دراسات غربية حديثة بني عليها هذا الفيديو، لكن منذ أكثر من 1400 سنة يعرف المسلمون جمال الاستيقاظ الباكر. مع كل فجر يوم
يؤدي المسلمون فريضة الصبح، تزيد جمال يومهم حسنا. بكل صراحة، متى تستيقظ عادة؟ شاركنا ذلك وبكل أمانة أسفل الفيديو في خانة التعليقات. إلى الملتقى. سلام.